السلام عليكم ورحمة الله. ذا البودكاست خصصته لكل شيء يعني دراسة الطب في الجامعة، موجه لطلاب ليسي وباك المقبلين على الجامعة، خصوصا ذوك اللي يتخموا عنهم يعدلوا مجال الطب، هما اللي موجه لطلاب الطب، خصوصا ذوك اللي ما زالوا في سنواتهم الأولى. الغرض من ذا البودكاست يعني نعطيكم فكرة عامة وشاملة عن ذا اللي حانيكم في الجامعة، ونبقى مولي ذوك الطلاب اللي مازالوا في بداية مشوارهم للطب يعرفوا عن ذاك من الصعوبات اللي مازالوا ليواجهوهم، وذاك من الكدر وشي ما همونك ذاك فر مازال يطور يتخطى ذاك فر فتنخضن عليه ما خالك الطبيب ما قد خاض على الصعوبات اللي تواجههم انتم درك. ونختار تستفادوا من تجارب الغير، ونختار نعرض عليكم هنا قصتي أنا الشخصية مع هذا المجال. تعود ما هي قصة مثالية والله مثال يحتذى به، يقار تجربة تقدم انتم تستفادوا منها. أنا قصتي مع الطب كانت غريبة شوي، ما قطعت من الشاشة اللي يحلموا عنهم يعدلوا ميدسين أبدا، ما قد تخيلت راسي كطبيبة، يعني نحترم حتى المجال وزين عندي، يقار ما قطعت طموحي، ما قطعت زين عندي. وكنت أصلا نعدل سي، كنت نتخمم عني لا نعدل واحدة من تخصصات الهندسة. تميت ليلة ما نعرف كم خلقت نحس عنه إلهام من عند مولانا، تميتني قررت عني نتحول شوردي، عني نترشح البك ياكن عدل ميدسين. كيفاش هذا خلق الله تعالى أعلم، المهم عني قررتها فجأة. وكنت أصلا خطط عني نقرأ الطب في واحدة من الدول اللي تقرب اللغة الإنجليزية، وعقبت ما تيسرت ذيك ساعة في بك تفوقت وجبرت منحة من الدولة للمغرب، وكانت أيسر الطرق عقبت مشيت شهرها. وما كانت عندي أدنى فكرة عن اللي حانيني في الجامعة، ما كانت عندي أدنى فكرة عن اللي نقرأ، ما نتخيل، ما عندي أي نوسيون على ذا اللي حانيني، ذا اللي لينا وخضع لي كان في النهاية نعود طبيبة. لا نعرف عن فم 7 سنوات قدامي وتوف تفاصيل ما نعرفهم، يعني أنت نبدأ نقيس الطبش ليه نقرأ أنا ما نعرفه. وجيت للمغرب ذيك الساعة فاتني شهر من القراية، وأصلا ما كنت نبقى نقرأ فم، وخلط لي ياسر من الشباط، لذلك البداية ما كانت زينة. حتى فقد أول حصة حضرت لها كانت نهاية حصة الأناتومي ما نعرف تنقلاش، إلا جيت ذا هو قاعة كبيرة ملانة من الخلق ضرية رسموا عندهم من فترات وكولورات، وقعدت نسوى راسي وما لهم فر عندهم فترات من درا كان ذا شيفارت والجامعة والله بدي ماني فاهمة شيء، والأستاذ اللي يقول أنا ماني فاهمته. كانت الحصة الثانية وهي أول حصة نحضر لها من البداية للنهاية، حصة بيولوجي موليكولار. ذيك الحصة كان الأستاذ الكلام اللي يقوله فاهمته كلمة بالفرنسية، غير المعنى ماني فاهمته، كنت كأني حاضرة الحصة تدرس بلغة أنا ما نعرفها. وكان بالنسبة لي هذا لا الرموز ولا الخيال، ما قط أبدا عشت تجربة عني نعود حاضرة لرواية ولا نفهمها. كانت تجربة صعيبة شوي، وحاجة اللي يعني كنت نبكي فم بلونفي، كنت نبكي على ستنا نمسح دموعي ياك ما يشوفني حد، ونعتهم اللي واخضة حاجة اللي وقفت قدام الجامعة عطيت شيء من بوزية، الناس يتواخذوا من قدامي وانا نجهز الكلام اللي نقوله لوالدي واللي نقوله له للدار، ياك نقنعهم عني نوفا من مدسين بي حسيت عني ما ننتمي لهذا المجال. وذا الإحساس ما جاني إلا نهاري الأول تواصل معايا سنتي الأولى ورجع لي سنتي الثانية، وسنتي الثالثة أنا بديت في نظام جديد اللي رجع لي نفس الإحساس. واللي عقبت عرفت عني قالوا imposter syndrome، تحس عنك في مكان عنك أنت شخص دخيل عند ما هو مجالك، وذا فعلا مرات يخلق الشمل مجالات يعود ذا المجال ما يصلح لك ويعطيك توفى منه. يا قيرانا ذيك الساعة كانوا فم ياسر من الفاكتور هم اللي أدوا لذاك الإحساس. كانت كمية الدروس كبيرة وصعيبة شوي، وما كنت موتيفي، وفاتني قدر من القراية، ونتيجته عني سنتي الأولى ما نجحت في بك، ما نجحت في الطب سنتي الأولى من الطب. ودي رواية هنا تياها نبقى نعلق عليها شوي بالنسبة للخلق اللي مثلا ما كان مجتهد حتى في القراية، والله ما جبر نتيجة زينة في بك. شفتوا مستواكم في المدرسة ومستواكم في بك ما عنده أي علاقة بمستواكم في الجامعة. أنا ذيك الساعة تفوقت في بك، جيت من 20 الأولى، ومع ذاك عليت سنتي الأولى. ونعرف ماجورات علوا سنتهم الأولى وفيهم اللي يعل سنته الثانية، وفم واحدين نجحوا بسيسيون وفيهم اللي ينجح بموين دو 10
وما قطوا ردوا سنة في ميدسين. لذلك ذاك اللي في الماضي انساوه، مرحلة الجامعة مرحلة جديدة، عندها أسلوب خاص بها وعندها طريقة قراية. لذلك لا تربطوا راسكم بمستواكم في المدرسة. أنا ذيك الساعة كنت عاجبني راسي وكنت شاكة عني أي رواية قررت عني نتعلمها. أنا دور تعود بسيطة عندي، والنجاح قاع ما قطعت نطرح هم، وكنت مهم عندي لا نعود الأولى والله الثانية، ذاك هو اللي نرفد همه. وفشلت في سنتي الأولى عليتها، وسنوات الأخرين كنت ننجح نجاح عادي جدا، ما قط أبدا تفوقت وما قط قاعدت الأول للتفوق. اللي نظام الجامعة اللي تتعلموا فيه عن 19 و10 مساويين و9 و0 مساويين، المهم لا تجبر نتيجة من عند 10 على الفوق كانك تتخطى وتوف. ذاك هو المهم في الجامعة. ما جائزة اللي تعطى لك نهاية العام عنك انت تفوقت ولا جبرت 18 ولا 19، ما يعطيك فرص أكثر في الشغل ولا فرص أكثر في التفوق في التخصص. ما عنده أي قيمة ذكية، كل عاد قيمة معنوية عندك انت. لذلك حد يتعامل شوي بذكاء مع المواد ويحاول عنه يفاليدي جميع المواد بدلا من يتفوق في مادة معينة. لو انتظر قررت عنك تعدل ميدسين وجبرت التسجيل وليت بدارك الجامعة، شي حانك في الجامعة. أولا سابق نقولكم ذا اللي حانيكم في الجامعة، اختار ننوه عن فم نمطين، فم نوعين. فم النظام اللي يتعامل باللغة الإنجليزية عنده نمط معين في الدراسة وطبعا يعد باللغة الإنجليزية، وفم النمط اللي متعارف عليه في الأفريق نظام الفرنسي للطب، وذا هو اللي نتكلم عنه هو اللي عندي ياسر من الأخبار وهو اللي جربت. يا غير منظرك أي حد جابر فرصة أنه يعدل ميدسين في دولة درس باللغة الإنجليزية، دولة أنجلوفون، لا يخترع عنها شيء. هو شبه نظام هو اللي عادوا الدول الإفريقية منتهجة نهجه بلهم عادوا حاسين عنه شبه، وباختصر شوي الوقت وشبه من قد جودة التعليم. ودونك نظام بعد اللي أنا قريت به مات له هو قبالي اللي خالق دارك في المغرب، عدلو ياسر من لي موديفيكاسيون، عدلو ريجيم جديد، عدلو يدخلوا اللغة الإنجليزية من السنة الأولى. عاد دارك ميدسين في المغرب 6 سنوات، وذا قرار جديد يمكن دارك خلق. زمني أنا بعد فهم كان ميدسين 7 سنوات. تنقسم على ذا اللي نقولكم دارك. أول سنتين اللي تقراوا فيها المواد الأساسية، مزت ندور نتكلم لكم عنهم بالتفصيل. المواد الأساسية ذو المواد حجمهم كبير وثقيلين شوي وديتايي، وياسر منهم دور تنساوه. مثلا ما هم معدلين يكتموا ضابطينهم، هذو لاش من الروايات اللي ماتير دو باز اللي هي تبنوا عليهم معلوماتكم الطبية اللي هي تعملوهم يوميا في شغلتكم كأطباء. مثلا ما متوقف عليهم شيء، مكونات الخلية وكل شيء وذاك الشيء عدل وبيوفيزيك وياس من تفاصيل مانك معملو انت في شغلتك كطبيب، الا يعودوا عندك دي نوسيون توف. من عند تروازيام اني الى سينكيام اني اللي تعود تخالطهم الاثنين، اللي هي تبدا تقرا اولا سيميولوجي اللي هي علم اعراض مكينه كذاك اللي تدخل في مجال الطب، اعراض الجسم، واللي تبدا تطلع للطب مع الصباح. تعدل فم دي ستاج، تعود اكسترن، تعرف كوموت اكزاميني المرضى، كوموت مثلا تميز الاعراض، كوموت قد تجمع لي سيندروم، تتعلم لباس، تتعلم كوموت تعدل ذوك لي سوان، مثلا كيفاش تعلق دقة، كيفاش تقبض الدم، كيفاش تقيس تونسيون، الروايات البسيطة. وكل ما زدت السنة كل ما عاد ذا بلو سبيسياليزي اللي تأخذ على جميع أقسام الطب، بيدياتري، جينيكولوجي، ريماتو، شيروجي، اللي تأخذ على ذا كفر. وفي نفس الوقت ما اللي تعود تقرأ مواد الطب، مثلا تقرأ غاسترولوجي، تقرأ كارديولوجي، ذا اللي تقرأ واللي يطبقوا في نفس الوقت. سيزيام اني وسيتيام اني القراية وفات فيها، اللي هي تعود لا عندك لا التطبيق، تعدل حكما ذوك الستاجات اللي تعدلتهم كاكسترن اللي تحلهم يقار تعود عليك مسؤوليات اكبر. والسنه السابعه اللي تعود حكما تعدل شغل الطبيب، لا عنك انت ما بتقبض شهادتك، هي السنه اللي تبدا تحضر فيها رساله الدكتوراه بالنسبه للدول اللي ما زالت عندهم تيز،
وتوفنين توفي ذيك الرسالة وتوفي عنك ذوك ستاجات وتعدل الامتحانات، امتحانات كلينيكية مثلا ذيك الكتبة وفات اللي تم يجاب لك مريض واللي تإكزاميني واللي تقول سون دياغنوستيك واللي تتكلم مع الأستاذ ونين تنجح فيه اللي تنجح في ذيك المادة نين تخطي عنك جميع المواد وتوفي عنك تيز. ذيك الساعة تتخرج وتجبر شهادتك كطبيب عام، تعود قد تمارس المهنة وتقدم اللي عاقب ذاك تعدل تخصص، وتخصص يختلف من الغالبية من عند 4 سنوات إلى 5. في السنة الأولى والسنة الثانية من الطب كيف ما قلت لكم اللي تقرأوا المواد الأساسية، لنستعرض لكم شم المواد الأساسية ونعطيكم فكرة عامة عنهم. مثلا الأناتومي، أناتومي هي بالعربية تشريح جسم الإنسان، اللي تقرأوا فيه جميع مكونات جسم الإنسان من عند العظام إلى العضلات إلى العروق إلى الأعضاء الداخلية. تقرأوا الجهاز العصبي، تقرأوا الجهاز الليمفاوي، تقرأوا كل شيء بجميع تفاصيل، كمية معلومات ما تقدروا تتخيلوها كبيرة وصعب حفظها ولتمو دائما ترجعوا لها. فمم لي أعمال تطبيقية في الأناتومي، تمو تطلعوا مثلا تشوفوا العظام، يجاب لكم ذو العظام اللي تقرأوا عنهم اللي يجابوا لكم تشوفوهم من قريب تمسوهم. يقد ينجاب لكم جثة كادافر تخرصوا من قريب، مثلا تفتحوا القفص الصدري تشوفوا القلب يعود منين والرية منين وتشوفوا الأعضاء الداخلية. طبعا هذا نسمعوه يخلعكم يقار تجربة زوينة. نحن ديك الساعة أول مرة جبونا جثة فرحنا حتى، وكانت اكسبيريونس زوينة. وفهم اللي تقراو شيمي أورغانيك ميم تبعد حتى مع دي الشيمي اللي نقراوه باكي غير طبعا بيو ديتايي في ياسر من تفاصيل مم أعمال تطبيقية مولي في شيمي وبيوشيمي نقيسوا لابوراتوار نعدلوا شي من التجارب. مثلا ذو التجارب يعدوا في المدارس اللي ما طبعا ما يعدوا في مدارس موريتانيا غير ذو التجارب المخبرية ونميلونجوش من روايات ونتعامل مع لي زاسيد ولي باز. ياس من الروايات اللي تسمعوهم زمنكم تقرأوا في باك الدور تشوفوهم انتم على أرض الواقع وتجربوهم. فم مادة إستولوجي اللي علم الأنسجة، تشوف الفرق بين نسيج العظام ونسيج الأوعية الدموية والجلد إلى آخره، واللي تمو تشوفوهم في الميكروسكوب تعرفوا خصائص كل واحدة منهم. ذاك ما اللي تعدلوا فيه أعمال تطبيقية. وعندكم اللي أمبريولوجي اللي هي علم الأجنة، كيفاش نطفة تتحول وتم تتطور لين تعود جنين. فيه ياسر من التفاصيل وياسر من اللي ديتاي ياسر مش دور تنساو بيركم ما مالكم اللي تعملوا عقب ذاك يقلا بدو يعودوا عندكم دي نوسيون تعودوا فاهمين عندكم فكرة باط عن ذا الموضوع. فم بيوشيمي اللي هي الكيمياء الحيوية، من قسم على بيوشيمي أورغانيك، بيوشيمي ستركتورال ديتاي حتى ديك يقراوها حتى بتفاصيل الفارماسي. متفقد عنهم كانوا من أصعب المواد عذبوني، قال الحمد لله عقبنا خطيناهم عنا. فما بيوفيزيك اللي هي الكيمياء الفيزياء الحيوية، تقراو فيها شمن لي نوسيون دو باز فيزيك يقار على جسم الإنسان. لي يعاونكم ذاك مثلا في نتعودوا اللي تقراو فيزيولوجيا الجهاز التنفسي وضغط الدم ياسر، مش مثلا تقراوها تشوفوها تشكوا عنه لا رواية مخرجة عنها ما عندها أي علاقة بالطب يقار عاقب ذاك يبدأوا استخداماتها في مجال الطب الدور تفهموها حتى. فهم اللي ميدسين نيوكليير اللي هي الطب الذري داخل في ياسر من العلاجات مجال الطب خصوصا السرطانات. الشيء تقرأه آخر من لي ماتيور دو باز. فم بيولوجي من قسم البيولوجي سيلولار اللي هي تقرأه بيولوجي في مكونات الخلية، وموليكولار على مستوى النواة الخلية وعلى مستوى DNA اللي هو الحمض النووي. ياسر من اللي ديتاي حجم ذا اللي تقرأه بحجمه كبير ويتطلب ياسر من الحفظ وثقيل شوي. يقى نصيحتي لكم ثنتين، أولا حاولوا عنكم تفهموا، ثانيا قراوا الامتحانات. هذا ذو اللي ديتاي اللي تقراهم ما هو اللي يحدد كانك أنت
طبيب ممتاز والله بدي زمانك ليه تعمل يوميا في شغلتك كطبيب. هذا لاش من روايات كيف السلم اللي تطلع عليه كانك قد توصل للشيء أهم منه ذا اللي ليه تحتاج له انت عاقب ذاك. لذلك حد يتعامل معاهم بذكاء، يقرأ ياك ينجح به الامتحان وبنفس الوقت يفهموا، يقرأ لا يكدر عليكم لا نسيتوه والله جاكم ذا صعيب المحافظة عليه بلوه في النهاية مو قرآن ما فرس عليكم انتم محافظين عليه وحافظينه، إلا فهموه وقرأوا بذكاء للامتحانات. هذه هي المرحلة الأولى من الطب، أول سنتين. المرحلة الثانية من الطب اللي هي بين سنة ثالثة وسنة خامسة اللي تعودوا خالطين فيها تيوري وبراتيك. ليتم تطلعوا مع الصباح للطب تطوا فيه حكم من 4 سوايع. أولا تتعرفوا على نشاطات سيرفيس اللي تقيسوا بيدياتري مثلا شو عدل فيها، جينيكو شو عدل فيها، الشيرورجي شو عدل فيها، ولي تتعلموا أساسيات معاينة المريض. كيفاش مثلا تإكزاميني جهازه الهضمي، جهازه التنفسي، كيفاش تقيم حالته، كيفاش تقيس له ضغط الدم، كيفاش تعدل لي سوان دو باز. تعلم ياسر من الروايات الأساسية وهو مدخلك المجال الطب الحقيقي. ذاك الآخر كما قلت لكم لا شمل لي نوسيون اللي ياتكم تعودوا تعرفوا مداركم كيف انكم عدتوا صلي تدخلوا مجال الطب حق. وفي الدحميس اللي تموا تطلعوا للجامعات تكملوا دراستكم النظرية، تقرأوا مختلف المجالات، تقرأوا أولا فيزيولوجيا جسم الإنسان، ياتكم تعرفوا اللي يخلق بشكل طبيعي في جسم الإنسان، ياك تعرفوا لا باثولوجي رواية اللي تعد ما هي طبيعية. وتوف اللي تأخذوا على جميع المواد، تقرأوا بيدياتري علم طب الأطفال، طب النساء والتوليد، اللي تقرأوا هذا طب العظام، الجراحة، كل شيء اللي تأخذوا عليه يقال. طبعا مانكم اللي تتعمقوا فيه حتى بكم ثم في النهاية اللي تعودوا أطباء عامين، معناته عنكم يعود كل شيء عندكم عنه نبذة، مانكم أخصائيين. وذا طبعا حجمه كبير يقير. بعد نقولكم عن حد تخطى المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الدور الحمد لله تجيه لا بسيطة، ومرحلة تقدروا تتخطاوها. دور تم يرجع لكم ذاك الإحساس عن ذا صعيب، عن ذا ياسر، عنكم تقعدوا انتم معكم في المكان المناسب، عن ذا ما هو تخصص اللي يليق لكم غير سي نورمال. ذيك لا مرحلة تجي ويالت حد يطب عليها ويتخطاها، وينفع حد يقبل السيستم اللي قراية الجامعة ويعرف سيستم الامتحانات ويعرف كم يجريهم، ما لي يجبر أي مشكلة. ذفر خذنا عليه. حاجة اللي أنا سنوات الأولين كنت نشوف طبيب كنت نعتبره رقاش خارق، ولا نشوف حد متخطيني بسنوات كنت نشوف عنه رقاش ما نعرف مستوى ذكاء وما هو طبيعي. بلي أنا نشوف معاناتي اليومية ونشوف عن الرواية اللي قدامي أنا مستحيل ننجح فيها، وكنت نستغرب من الخلق اللي تخطاه. وعقبت الحمد لله تخطيته وجاني ظفر بسيط الحمد لله. هنا تخطيت وانا وتخطاه واحدين سابقي وعاقبي، معناته عنكم انتم تقدروا لا تتخطاه ان شاء الله. لا حد يعود مجتهد ويعود ملي عنده لا ديترميناسيون عنه يتخطى بلي هو ما هو كبر من قدو شفر قدو عدلوه واحدين اخرين تقد انت تعدلوا. وتوف في الستاج اللي تأخذ على جميع تخصصات، فيهم تخصصات زوينين. مثلا شخصيا من أكثر الستاج اللي الهاوني وزيانو عندي 2 بيدياتري بلي نبقي الشاشرة، وهذا بسيكياتري اللي هو طب النفس. بالمناسبة في المرحلة الأولى من تيوري مزيتوا اللي تقرأوا بسيكولوجي اللي هي علم النفس، اللي هي بسيكولوجي من المواد اللي أولا تلهي وزوينة في نفس الوقت تقدروا تطبقوها على أرض الواقع اللي تستفادوا منها حتى في حياتكم اليومية. بيكم اللي تفهموا ياس من الروايات، تفهموا أنواع لي بيرسوناليتي اللي تروبل العقد النفسية اللي تفطنوا الياسر مش يقع في روسكم وفي الناس الآخرين. نحس أنا عنه يحسن من كاليتي حياتك لأن فريمون تفهم دي المادة. وعاقب ذاك مالي مثل تقرأ بسيكياتري اللي هو طب النفس وعلم النفس وطب النفس ما هم يعني طب النفس اللي هي تفهم في ياسر من الأمراض النفسية وتعرف عنهم أمراض لا تقل أهمية عن الأمراض العضوية، وهم أمراض حقيقية مثلا ما هي رواية ذيك يخيل لك. وياسر من مفاهيم الدور تتغير عندك. مثلا أنا شخصيا ما تلات عندي ذيك مفهوم رقاج مجنون. الجنون بالنسبة لي مصطلح عامي وغير دقيق. الأمراض النفسية أمراض عندها فيها جزء عضوي،
مرات يعود خلل في الهرمونات، مرات يعود ورم في الدماغ، مرات يعود فم رواية مثلا ملموسة تعالج بالأدوية. ودي رواية أنا غيرت عندي ياسر من المفاهيم، وغيرت عندي ياسر من الصور النمطية اللي كانت عندي عن الأمراض النفسية. المهم بعد عنكم اللي تاخذوا على ذا كفر، وفي ذيك المرحلة مالي الدور تكتشفوا التخصصات اللي زينين عندكم، تخصص اللي يليق لك، تخصص اللي ما يليق لك. عاقب ذاك نتفوت انت تعود طبيب تعرف تخصص اللي تتوجه له. وتوفنين تخطي عنك ذاك، تخطي عنك الامتحانات والاستاج. طبعا الاستاج عندهم امتحانات خاصين بيهم، والمواد عندهم امتحانات خاصين بيهم، ويعطيك تنجح في ذا كفر كانك تقد تتخطى. لين تخطي عنك ذا كفر اللي تعود في 6 تعود عندك يعود حكما ينقال لك انترن، اللي هو شغلتك اللي تعود غر في الطب. ما اللي تطلع للجامعة، ما لو عندك امتحانات تم تطلع لا الاستاج وتعدل شغلتك كطبيب، يقر عليك مسؤوليات أخف، وتم دائما ترجع للبروف اللي فوقك ولميدسان اللي يشتغلوا فوقك. انت اللي تم تشتغل كطبيب يقر مالي مازلت تلميذ. وتوفني تخطي عنك الاستاج، تعدل ذوك الامتحانات الكلينيك تخطيهم عنك، تعدل تيز تخطيها عنك، تعود طبيب. ما إن مازلنا في مجال نتكلم في مجال الطب، نختار ننوه عن الطب ما هو لا علم ولا ممارسة. الطب حاجة اللي كان عندنا بروف دايما عنده جملة يكررها علينا، قلنا لا ميدسين هي لو سافوار العلم، لو سافوار فير اللي هو التطبيق كيفية العمل، ولو سافوار اتر اللي هي الحالة اللي تعود انت فيها. الطبيب عنده روايات متوقع عن يعود عليهم، عن يعود يعدلهم. لابد يعود أخلاقه زينين، لابد يعود بشوش، لابد تعود طبيعته باردة، لابد يعود رجاج أنيق، رجاج بريزونتابل، رجاج بونكتويل، دقيق في المواعيد. لذلك لا يهمل حد ذاك الجانب الشخصي، تم دائما حد يحاول عنه يطور شخصيته ويشتغل على الروايات اللي عنده فيه نواقص. ما مقبول عن يعود طبيب يطلع شكله ما هو مترتب، والله ما هو مصقول حتى، والله يعود طبيب يقول كلام بذيء، والله عنده صنعة ما هي زينة، والله يدخل الحياة الاجتماعية في الحياة العملية، والله يخون الأمانة عن طريق إفشاء السر والكلام اللي ما هو واعد شيء. لذلك فمياس من روايات متوقعة من الطبيب لابد حد يطرح لها البال. مازال تلميذ، انت كتلميذ تطلع الجامعة يالتك تعتبر راسك طبيب. نعرف عن فمش من الزملاء يجوقوا ذاك الخلق اللي من سنة الأولى ولا الثانية يكتب دكتور ويعتبر راسه طبيب، يقررك عادي أتصنترهم. المهم عن حد يدير راسه في ذيك الحالة كان يبدأ يديفلوبي راسه من ذاك الوقت. يعني تعود انت طبيب، تعود فعلا طبيب. والتفاصيل هم اللي يميزوك عن البقية. في النهاية نبقى نفقدكم عن مرحلة الجامعة، مرحلة كما قلت لكم مرحلة مختلفة تماما عن مرحلة المدرسة. انت لي تعود تلميذ يقار ماتت في نفس الظروف، تماتت ذاك التلميذ اللي لا يوعوه والديه، والله لا يطلع شهر المدرسة، والله لا يكتب عليه الغياب، والله لا يقعد متابع معه رجاج ومحاسبه، والله إن قالوا قرأ، والله إن قالوا عندك الامتحانات، انتظرك عندك إلا راسك. ذاك من الكدر اللي تأخذ عليه عندك إلا راسك. انت هو اللي توعي راسك، تو اللي تطلع راسك، تو اللي توكل راسك، تو اللي تعدل أمورك راسك. وهذه مرحلة مهمة في تكوين الشخص، خصوصا الطفلات. مرحلة بالنسبة لي أنا محورية، لابد حد يجرب أنه يعيش معتمد على راسه في جميع التفاصيل، أصغر التفاصيل. ومن جهة أخرى ملي سواء قررت عنك تعدل الطب ولا تخصص آخر، هما التخصصات ما شاء الله فيهم ياسر من الخيارات. وبالنسبة لي أنا أهم رواية أنك تعود أنت معدل تخصص زين عندك، وتعود ملي معدل تخصص ليعود وسيلة عنك تعود في وضعية زينة عندك. بيدك تعود القراية صعيبة وثقيلة وطويلة، يقع ذا هو الطريق الوحيدة ياك أنت تعود تعدل شغلة معينة ولا تعود في بوزيسيون معينة. لذلك ذيك الصورة النهائية لابد تتم دائما قدام عينيك، تفقدك وتصبرك على الطريق الطويلة. موجب الطريق الطويلة الطب نجي تخمو في ذواركم ما هو طويل من التخصصات الآخرين. بالمرحلة اللي فيها القراية والامتحانات إلا 5 سنوات،
ديك المرحلة الأخرى لا مرحلة تطبيقية حتى في التخصص أنت مانك ليه تعود كتلميذ تطلع للجامعة وعندك كورات وكيات وامتحانات، نو، أنت اللي تعود تطلع تعدل تخصص وتشتغل فيه، أنت اللي تعود كطبيب متخصص يقار فوقك مادة ترجع لها وتعلمك. هذا هو الفرق. إذا أنا مساوي عندي مع تخصص آخر اللي تعدل فيه ليسانس، طبعا ليسانس ما نكلي تكتفي بها سرتوني تعود رقاش طموح، معناتها أنا كلي تزيد عليها ماستر، تزيد عليها دكتوراه، تعطي سنوات أنت عاطل عن العمل، تعطي سنة أنت بستاجات، معناتها عن ذا ننجد خرصو في النهاية متقاد. وهو الزمن اللي يتخطى على كل حال. لذلك ما هو من الحكمة عن حد يحكم راسه ويمنع راسه عن تخصص هو زين عنده بسبب طول المدة. وفي النهاية أهم ظفر عنك تعود متميز في مجالك، سواء قررت تعدل الطب، الهندسة، القانون، الاقتصاد، الفنون، العلوم السياسية، أي رواية. المهم التميز، تميز بالتخمام، تميز في الطريقة، تميز في المعاملة.